أهلا بيكم. طيب كنت كلمتكم في فيديو قبل كده عن موضوع ست وإزاي إن حورس انتصر عليه بالوعي والعلم والحكمة اللي اتعلمها من تحوت. طيب لما اتكلمنا قلت لك هل ممكن ست لما حورس عاقب ست وقرر إن هو يعزله أو يسجنه لأنه كان شايف إن هو ده علاج النفس اللي مش عارفة تسيطر على نفسها زي ما بنقول، أو النفس اللي بتخرج عن السيطرة طول الوقت وبتسعى للمادة بس. فهو هنا بيديني علاج إن العزلة حلها أو السجن لغاية لما بيحصل لها عملية تهذيب أو أقدر أدمجها تاني في الحياة أو في المجتمع. طب هل ده هو اتكلمني عنه في الحدوتة المصرية؟ والحقيقة إن لما قُلت لك إنه ممكن نستفيد من سِت، أو إن عايز يقول لي إن الطاقة اللي هي خاصة بسِت اللي هي الأدوات اللي جوانا اللي نقدر نشبّهها بأدوات سِت، اللي هي فيها شوية شر وفيها آمم غضب فيها نوع كده من الجرأة في الفعل. هل دي معمولة جوانا هباءً؟ يعني هل هي مش هتتفعّل خالص يعني في الحياة؟ أكيد لأ. آآ طَب إمتى ممكن ألجأ لطاقة سِت؟ لمّا أبقى عايزة أحُط حدود مثلًا، أو عايزة أوقّف ظُلم واقع عليك من حد، عايز تحمي أسرتك من شيء بيهددها، عايز تحمي بلدك من خطر مثلًا، أو في حد بيعتدي على بلدك فأنت هنا هتحارب، فهنا طاقة سِت بتخرج. هنا هو بيقول لك الطاقة دي مش معمولة عشان أنت آمم تاخد بيها حقوق الناس أو تنشر الشر أو الفوضى، ولكن هي جواك عشان تستخدمها في الوقت الصح، زي ما قُلنا للحماية، وعشان تثبِّت القوانين اللي أنت مؤمن بيها، اللي هي قوانين الماعد، عشان ت تحافظ على مجتمع سليم، أو تخلّي أسرتك في يعني تبعد عنها خطر معيّن، أو أنت حتى عن نَفْسك، فهنا أنت من حقك تفعّل طاقة سِت. هو يعني اتكلّم عن ده إزاي، أو ده كان موجود فين، والحقيقة إن إحنا ممكن نشوفها من خلال جدارية فيها بيبان فيها زي ما أنت شايف كده المركب. نقدر نقول المركب ده هو نظام الماعد، هو الحياة في مصر، هي الدولة المصرية، هي الكون كُلّه اللي هو مؤمن بيه ومؤمن بنظامه، واللي هو النظام الخالق، اللي هو يعني خلقه عشان أنت كإنسان خليفة ليه على الأرض، صورته على الأرض تحافظ عليه وتدافع عنه. عشان كده حورس بييجي قاعد في المركب ده، هو القائد، هو الحارس، هو رسول رع، هو رسول الحق، هو اللي بيحافظ على شمس الحق زي ما بنقول، على النظام. فهو قاعد وفوقيه قرص الشمس اللي هو رع بيمثله صفة من صفات الخالق، وهي صفة قوية جدًا، وهي صفة الحق وإنه ظاهر موجود. فهنلاقي حورس هو اللي بيقود المركب، هو اللي قاعد، مين على رأس بقى المركب أو في الآخر واقف ماسك الرمح بتاعه، أو مش عارفة تقريبًا ده الرمح، وبيضرب التعبان اللي قدامك ده، ده سِت. ففي ناس كتير بتقول الله إيه اللي جاب سِت هنا، ده شرير وحبسناه، لإني قُلت لك في جوانب فلسفية كتير في الحدوتة. هو هنا بيكلمني عن علم النفس وعن فلسفة قُلت لك الخير والشر، إمتى أنا بالجأ لأدوات الشر، ما هي ربنا ما ادّهانيش هباءً يعني، وإحنا مش عايشين في الجنة، عشان كده قُلت لك أُزير ما كانش ينفع يكمّل لإنها مش الجنة، وبالتالي هو هيبقى النموذج اللي كلّنا هنسعى نوصل له، فأنا هنا مضطر أحارب عشان أحافظ على النظام. إيه الطاقة اللي في الحرب أنا محتاجها والأدوات اللي محتاجها، هي الحقيقة طاقات سِت كلّها. ولكن مين اللي بيقود ست؟ مين اللي بيقود الطاقات دي؟ هي الماعد اللي بيمثلها حورس، هي الفضيلة، هي الحق، هي العدل. فأنا كده اخترت النظام اللي أنا هانتمي ليه سواء بخيري أو شري، هو نظام الحق. فأنا بادافع هنا عن نظام أنا عايش جواه، عن بلدي، عن كيان أنا مؤمن بيه برغم الشرور اللي جوايا، ولكن أنا مصمم إن أنا أحافظ عليه.
فدي جزئية أو رمزية. فهنا حورس قدر يجند ست في معركة الماعد عشان يستفيد من الطاقات اللي عنده. أديك مثال مثلا، في وقت الحرب مش كل اللي بيبقى في الجيش ناس يعني على خلق أو كانوا في الحياة كويسين ومهندسين ودكاترة ومش عارفة ايه وعندهم أخلاق. لا، في الحرب مفيش الكلام ده. انت جوه المعركة أو ساعة لما بيحصل حروب مثلا أو بيبقى في حرب لازم هتاخدها، أنت الجيش اللي عندك الشعب كله هو جيشك. فأنت ممكن تلاقي البلطجي بيتطوع يومها أو بيدخل الجيش عشان يحارب مع بلده. أي حد حتى كان بيبقى خارج عن القانون ده ما يمنعوش إن هو يدافع عن بلده. لأن اللحظة دي مش فكرة بقى إن أنت وحش وأنا حلو. لأ، في خطر أكبر من فكرة الشر والخير اللي جوايا وجواك، أو أنت ظروفك كانت إيه وأنا ظروفي كانت إيه في الحياة. مثلا مثال قريب، يعني أيام الثورة مين اللي كان بيحمي المنطقة بتاعتك؟ مين اللي كان بيأمنك في وقت لما كان في فوضى وبلطجة ومش عارفة إيه؟ هو الناس اللي أنت كنت بتخاف منهم أصلا في المنطقة الخاصة بيك. يعني بنسميهم بلطجية أو تسميهم سرسجية، سميهم زي ما تسميهم، ولكن دول اللي كانوا واقفين بيحموا مع ناس تانية. فهنا المشهد كله بيتغير وقت الخطر الحقيقي، أو تحس إن أهلك هينضروا، بلدك، أرضك، منطقتك. هنا بتلاقي المشهد اتغير والظروف كلها اتغيرت. فهنا المشهد كله بيختلف. هنا مش فكرة ست، هنا مش نظام شر ولكنه نفس شريرة تختلف كتير الاتنين عن بعض. أنا هنا بقى لما الست هنا واقف بيقتل التعبان ده، هو هنا بيقتل نظام شر. النظام ده كله بيقوم على الشر، فكرته كلها ازاي يسيطر على غيره، ازاي يطفي نور الحق، ازاي ياخد أراضي مش بتاعته، ازاي يقتل أي حاجة قدامه عشان يوصل لأهدافه. النظام هنا مش بس أنا بتكلم عن حد شرير، ولكنه أنا بتكلم نظام، يعني بتكلم عن جيش وعن عقيدة وعن منهج، عكس تماما المنهج اللي أنا بنتمي ليه، اللي هو منهج الماعز والفضيلة والأخلاق والحق، اللي بيمثلها مركب رع اللي بيقوده حورس. طيب، يبقى النظام ده، النظام الشر ده اللي هو ليه جيش وعقيدة ومنهج، آه، وكل اللي عايز يعمله ان هو فعلا يغير كل قوانين الحياة لحسابه هو، لقوانين خاصة بيه هو. هو غير مؤمن بأي شيء غير بالمادة وبنفسه فقط. ومعروف مين الأنظمة دي حتى دلوقتي، وهي كل الأنظمة الاستعمارية اللي بتعمل طول الوقت مؤامرات عشان آه، يعني تستولي على ثروات غيرها وعلى أراضي غيرها، اللي بتشرد الناس، اللي بتقتل أطفال طول الوقت وبتهين الإنسان وكرامة الإنسان لصالح نظام خاص بيهم. فده هو ده نظام عبب. هو ده النظام اللي المصريين أو الفلسفة المصرية بتقولي ده لازم يتقتل، ده ما ينفعش إن أنا أحجمه، ولكن حله هو إن احنا نخلص منه تماما لما تيجي الفرصة المناسبة. خدت بالك ان النظام ده او عبب التعبان ده هو رسمه على شكل تعبان، لان زي ما قلت لك النظام ده بيدخل كمان تحت فكرة العقيدة. يعني كتير منهم عشان ينضموا لهذه الأنظمة بيدخلوا داخل مثلا يقول لك حركات زي الماسونية أو مش عارفة التنظيم إيه، أو لازم ياخدوا على بعض عهد إيه. فهي عقيدة فعلا بتتحول لكده عشان تديها قوة، يعني تكسب النظام ده قوة ويبقى ليه أتباع كمان كتير. فأنا هنا نظام ضد نظام، نظام عدل يعني بيؤمن بالعدل والسلام والخير، الحياة لكل الناس. ونظام تاني عايز كل حاجة لنفسه هو بس حسب معتقداته هو وأفكاره هو، فما بيفرقش معاه أي حاجة تانية. فده هو قال لي ده ده اللي مفروض انت بتبقى جاهز له، وهو ده اللي مفروض تحاربه، وده اللي هنا بيوريك انه هنا بيقتله. النظام ده قوته بتبقى يعني او بيبقى في أقصى قوته لو عايزين نقول كده لما بيبقى مخفي. شوف هو جايبه تحت المركب، يعني طول الوقت هو موجود، ولكن
هو دايما بيعتمد على المؤامرة وعلى انه يشتغل في الضلمة، عشان كده هو جابه تحت المركب، لانه دايما عكس عكس ضوء الشمس، عكس الحق. فدايما قوته بتيجي من الضلمة ومن الأفكار الغريبة، ومن إنه عنده أشياء أنت ما تعرفهاش. دايما بيخوفك باللي أنت ما تعرفوش، عشان كده دايما بيبقى مستخبي. طيب لما بيطل بقى بوجهه القبيح، اللي هو لما رأس التعبان، المفروض أنت بتبقى جاهز له. معنى إن هو بدأ يهاجمك وبدأت راسه تظهر، يبقى هو كده في مرحلة ضعف. هو كده خلاص لازم هيهاجمك، لأنه حاسس بخطر. فهنا المفروض انت بتبقى محضر له وجهز له كويس جدا، وحتى في الوقت اللي هو ما ظهرش فيه هو عارف، او النظام المصري بيقول لك انه عارف انه موجود. وكل مرة انت بتختار تنضم لنظام الماعد، او تعمل شيء خير، او تحقق العدل والتوازن للحياة وللكون، انت بتقدر ان انت تضعف عبء ده، حتى لو كان لسه مش ظاهر، حتى لو لسه مش شايفه. ف فده المشهد بيحكي لي الفلسفة الدرامية دي الخاصة بالخير والشر، ازاي كنظام خير لازم تواجه نظام الشر ده، وتبقى صحيله جدا وعندك الوعي انك تبقى فاهمه كمان. لما تفهم هو بيفكر ازاي، قوته فين، تقدر في اللحظة المناسبة ان انت تقضي عليه زي ما باين في المشهد. فده كان فكرة الست ازاي نستفيد منه، وفلسفة او رؤية المصريين اجدادنا المصريين عن الخير والشر. ايه هي عقيدة الخير اصلا، وايه هي عقيدة الشر، ازاي ده نظام مختلف عن ده. وده كله بيبينه لي من مشهد المركب اللي قدامك ده. وفي الاخر الحياة اختيار، شوف انت عايز تختار انهي نظام. عايز تختار مركب حورس، مركب رع، ولا هتختار نظام عبد. فزي ما قلت لك في فرق اني بقاوم نفسي بعمل شر وبرجع فيه، وفي فرق ان طول الوقت اخترت نظام الشر الى ما لا نهاية آه، وانضميت ليه، يعني خلاص انا اخترت الجانب ده. ففي فرق كبير ما بين ده وده. فده كان دردشة النهاردة، ودي الفلسفة اللي كنت عايزة أكلمك فيها، برضو تكملة لفكرة الخير والشر. وهنا فكرة الاختيار كمان مهمة. فمش هطول عليكم أكتر من كده، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.